انت عارف انك اذا جبت كوباية شاي وقدمت السكر جنبه فده اسمه بوسطة، اما اذا نص معلقة شاي وسكر زيادة فده الفريسكا، واذا حطيت في البراد معلقة شاي وسكر ومية وبعد ما يغلي صبيته فده الشاي المغلي او البراد، اما اذا حطيت معلقة شاي ومعلقة سكر ونزلت بالمية المغلية فده شاي كشري. ونحط في البراد مية وشاي وسكر ونسيبه يغلي لحد ما كمية المية تقل ونصبه في كوباية صغيرة وده الخمسينة. وإذا حطيت معلقة شاي وثلاث معالق سكر ونزلت بالمية المغلية بالراحة فده شاي على مية بيضة. أما إذا حطيت باكت ونزلت بمية فده الطيارة، وشوية شاي وتنزل عليه بلبن سخن فده الميزة. أما إذا سخنت لبن وضفت عليه شاي وسكر فده شاي منه فيه. وإذا حطيت حبهان وقرفة وقرنفل وفلفل أسود ومية وشاي خشن ولبن مكثف وسبته يغلي شوية وبعد كده صفيته وحطيته في الكوباية فده المصالة. وإذا حطيت حبهان وقرنفل وقرفة وسكر وشاي ومية ولبن مبخر فده الكرك. وإذا اكتفيت بس بالحبهان مع المية والشاي والسكر واللبن المبخر فده العدني. وبكده نكون شرحنا كل أنواع الشاي في دقيقة. فيا ترى كنت تعرف كام نوع منهم وإيه أكتر واحد بتحبه؟ وبس كده، سلام.